رسالتي في هذه المرة للمتقطع في صلاته أو المتكاسل عن كثير من الصلوات أو الذي لا يصلي. أنا واثق أن في قلوبكم خير وأن في قلوبكم إيمان، لكن الله الذي خلقك أمرك أن تتصل به، يعني دائما تكون على صلة به. يعني خلي بالك، ده في نوع من العقاب شديد، وأن يبغضك إلى الصلاة، وأن يجعلك متكاسل عنها، وأن يجعلها هي آخر اهتماماتك. يا أخي أنت مهتم بعملك ولا يا بنتي مهتم بمظهرك ومهتم أخذت أهمية في الكيلو جرام اللي زايد في جسمك، فرحت لطبيب الحمية وأنفقت آلاف عشان ترجعي تاني كام جرام فعشان الصحة. طب الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني الصلاة صلة